أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا خير الناظرين يا أسمع السامعين يا أسرع الحاسبين يا خير الذاكرين يا دليل الحائرين ويا أمان الخائفين ويا غياث المستغيثين ويا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا واعف عنا وارحمنا إنك أنت الغفار. قال المصطفى الأكرم أبو الصديق الزهراء: من كنت مولاه فهذا علي مولى الله. موالي من والى وعادي من عادى. وانصر من نصر واخذل من خذل وادر الحق معه أينما يدور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم دمتم بخير. والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. اللهم صل على محمد. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. الله سبحانه وتعالى يقول: بعثنا لكم قرآن عربي فيه وعيد، فيها وعد الله المتقين وفيها وعد الله الكافرين والمشركين. لعله واحد إنسان شلون يقول يتعظ. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن. إذن القرآن شنو؟ نزل دفعة واحدة من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني بمراحل. اقرأ لكن القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقل ربي زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لا إله إلا الله. اسكن يا آدم أنت وزوجك الجنة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان والبني آدم الشرك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الجنة شنو؟ هي اللي وعد الله سبحانه وتعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها منوطة بعمل الإنسان. لا تقربا يعني في أشياء الله قال لك لا تزني لا تقتل، هو هذا معناته الشجر. أيوة زين. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك
وين سويتوا والله خلق آدم؟ ويقول لك أنت وزوجك. يعني شنو؟ وهناك يقول اخرجوا منها جميعا. شوية تمعنوا بالآيات جيدا. إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الله ده يقول لك إذا أنت تقيدت بالأوامر الإلهية لا تجوع ولا تظمأ ولا إلى آخره. الجنة ما بها شقاء. ولذلك هذا مو جنة اللي الله قال له سبحانه وتعالى اسكن أنت وزوجك الجنة. لأن هناك بيشي شيطان إبليس داخل وياه الجنة ما يدخل به إبليس. وما بها النهي لا تقربا. زين فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذه أحيانا نفسك توسوس لك بقضايا مو صحيحة. واحد يقول لي الجن يدخل بالإنسان والجن شنو؟ إبليس كان من الجن ففسق. لكن اكو شياطين الانس ايضا. واحد يجي يقول لك تعال نسوي شغله مو صحيحه، انت تواري تروح بالاخير تدفع ثمنها غالي. لا. واحد اثنين يتفقون يسرقوا لهم بنك. هل ادلك على اي سرق او يصير هذا الشجر ملك لا شو ملك لا يبلم راح يعكس على ابنائك تاكل حرام انت ماكو شيء بابا. زين فاكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. أعطى مرة ثانية. الله رحيم ما يريد يدخل الناس النار بس الناس هم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم. إذا كان مو واحد بالجنة. اهبطا منها جميعا بالمكان الجنة الأرضية وليس جنة السماء على سياق آية سورة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا قال أكفرت بالذي إلى آخر الآية. طيب قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا العدو بعضكم لبعض. شوف حقوق الناس وهذه شجرة الظلم. لا تقرب الظلم. لا تظلم يا أخي. ليش تظلم؟ هو 60-70 سنة وتطلع تظلم العالم وتظلم نفسك تأكل مال حقوق الناس اليتامى تكذب على شنو؟ ما أعرف أنا. زين يقول لك الهدى هو هذا نفسه تشريع الإلهي الهدى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فعلا ونحشره يوم القيامة أعمى. شنو أعمى؟ أعمى عيون؟ لا. لما حشرتني أعمى؟ زين قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. مجاوب عليك أعمى مو يجيبون آيات اللي الله نزل على المشركين إن الذين تدعون من دون الله يقصد المشركين مش المؤمنين. خب هنا الآن يقول له وقد كنت بصيرا. هذا لا أنت كنت أعمى بصيرا ماشي ويا الشيطان. اللهم صل على محمد وآله. تعرف عن ذكر الله شوف المن يصير للشياطين. شوف يا يجي يلعب وياك شيطان مو عبالك هذا عنده أظافير وما أدري شو. لا تمشي بخط غير لائق بيك فترى نفسك قد انتهيت. يا إما توقع بمسائل صعبة وما تقدر ترجع. الرجعة صعبة فيها. شيطان إذا مشيت وياه صعبة تدفع ثمنها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى فارس الهيجاء بطل المشارق والمغارب حيدرة الكرار أسد الله الغالب علي بن أبي طالب حين قال والله ما تحركت حركة إلا وكان الله أمامي وأرى الله على يميني وعلى يساري
ذلك الحركة ما معناته يعني دائما تخلي الله نصب عينك كي لا تخطئ ولا تغلط. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. السلام عليكم ورحمة الله.